صباح الخير لو بتشوفوني الصبح، ومساء الخير لو بتشوفوني بالليل. وخير ما نبدأ به يومنا هو الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى إن شاء الله هبدأ معاكم وهنعمل مع بعض البط الدمياطي. أنا دلوقتي معايا بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة، وممكن تخرطيها عادة على إيدك. ومعايا ضفت معلقتين زبيب، ضفت نص معلقة ملح وفلفل وكمون وكبدة والقنصة قطعتهم على المرتة. طبعا قبل ده كله انا غسله البطة بتاعتي حلو ونقعها طبعا، نقع تمام يعني بمحلول النقع بتاع اي واحدة فينا. وبعد كده صفتها من ميتها وجهزت المرتة زي ما انتوا شفتوا كده وايه وحشتها بيها. احلى بط طبعا بيتاكل هو البط الدمياطي، او من احلى وصفات البط هي طريقة البط الدمياطي. قفلتها كده بالخله اللي هي الصغيره، او ممكن بالخله الشيش طاووق الكبيره، او ممكن تخيطها بالابره والخيط عادي. المهم بس بعد ما تقفليها حلو كده من الجنبين، لازم لازم تفتحيها من الظهر من ورا، علشان اللي جوه يستوي، يعني الكبده والقنصه والمرته تستوي. وفي نفس الوقت تنزل في الشوربه بتاعتها طعمها. طبعا قدحت معلقتين زيت او معلقه سمنه، تقدحيهم قوي 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 قوي، وبعد كده شوحت فيهم البطه. وكنت حاطه معلقتين مرتة على جنب من المرتة اللي انا عاملاها، ضفتهم في الشوربه مع المستكه والحبهان، وزودت لها ميتها وغطيت عليها بقى واسيبها لغايه لما تستوي سوا كامل. معايا هنا بقى في الصينيه بصلايه مفرومه، حطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشطه ومعلقه توم صغيره، والبهارات من كل نوع نص معلقه. البطاطس بالكميه اللي انت عايزاها عملتها كده، حطيت يعني درجة حوالي كيلو الا ربع بطاطس، وحطيت عليهم نص كيلو صلصة انا اللي مفرزاها، او تحط نص كيلو طماطم معصورة وقلبتهم حلو زي ما انتوا شفتوني كده، وولعت عليها بقى اسيبها برضو لغاية لما تستوي، وادخلها الفرن تاخد لون بعد ما البطاطس بتاعتي تستوي. طبعا في الوقت دوت اكون عملت حبة رز بالشعرية. ناس كتيرة تحب تاكل مع البط رز بالشعرية. يا سلام بقى لو انت زودتي على الرز ده حبة شوربة من بتاعة البط مكان المية، تبقى تحفة خرافة. بجربوها بإذن الله تعجبكم الطريقة. بعد كده البطة بقى استوت، طلعتها، كان معايا معلقة صلصة كده على جنب، حطيت عليها شوية زيت ودهنت بقى البطه بتاعتي كده بيها، ودخلتها الفرن. طبعا اتحمرت تحميره حلوه جدا، ودي كانت النتيجه النهائيه بعد ما خلصت كله. جربوها باذن الله، الوصفه هتعجبكم، لان طبعا الاكل بتاعي انتوا عارفين بقى، لو جربتوا وصفاتي هتلاقوا مفيش احلى ولا اطعم من كده. استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه، وما تنسوش تجربوا طريقه البط. يلا مع السلامه، دمتم في رعايه الله.